مين اللي قال ان الحلم بينتهي بمجرد ما يتحقق؟ الحلم لما بيتحقق بنحتاج بعده احلام كبيره، احلام كتيره، احلام لازم نحققها بشغل وعمل. ده كان حلم 57 كانت حلم كبير قوي 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 واتحقق. والمكان اللي انا واقف فيه دلوقتي حلم جديد مش هيتحقق الا بمشاركه حضراتكم. عادة بنحكم على نجاح أي مؤسسة بأنها أولاً تظل فترة زمنية طويلة، ثانياً إنها تتوسع ما تبقاش بس كده زي اللي عمل محل ورضي بيه، ثالثاً إنه يبقى في مؤسسات تانية بتسعى إنها تكون زيها. الحقيقة الثلاث شروط بتنطبق على مستشفى 57 إكرام الإنسان المصري هو الهدف الأسمى لكل هذه المنظومة من العمل. سيأتي اليوم الذي لا يبقى فيه على أرض مصر طفل مصري كريم يعاني سرطان الأطفال. إحنا واقفين على أرض هتضاعف حجم المستشفى مرات ومرات. في ناس كتيرة محتاجين طاقة استيعابية من المستشفى أكبر من الطاقة الاستيعابية بتاعت المستشفى دي. السراير بتاعتهم هتبقى هنا في المكان اللي احنا واقفين ده. أرجوكوا شاركونا في الحلم، والحلم مش هيتحقق إلا بالعمل، والعمل ده من خلال حضراتكم. المستشفى دي نقطة كبيرة في كلمة نجاح مصر ونجاح المصريين. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله سننجح، سنبني هذا الوطن من جديد، سنصنع الحضارة من جديد.